اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله فيديو النهارده مشتريات خضار، وكمان هنفرز اول تفريزات لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. وهقول لكم كمان في الفيديو بتاع النهارده اسعار الخضار وايه هي اول تفريزات هنبتدي بيها، لان في حاجات طبعا اسعارها معقوله كده ومستقره، دي اللي هنبتدي بيها ايه تفريزات النهارده. وفي حاجات اسعارها لسه شويه، فهنخليها كده على جنب شويه كده لحد ما اسعارها تستقر. طبعا احنا عارفين الاسعار الطالع في النازل، فهنسيبها لحد ما تستقر ونبتدي بقى نفرزها. قبل بقى ما نبدأ الفيديو، لو كنتوا بتشوفوني أول مرة، أنا أم رودي، دي قناتي أم رودي في المطبخ. لايك وشير واشتراك في القناة لو الفيديو عجبكم، وفعلوا بقى زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا كل جديد أنا بنزله على القناة. نسمي الله ونصلي على حبيبه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا. يلا بينا، تعالوا بقى يا بنات نشوف جبنا ايه من السوق، ونشوف ايه الأسعار وايه الحاجات اللي احنا هنفرزها. اول حاجه كده يا بنات، انا مش هفرز كل الحاجه دي طبعا، انا في حاجات كنت محتاجاها في البيت وفي حاجات طبعا هفرزها. اول حاجه هفرزها هي الطماطم. طبعا الطماطم رخيصه اليومين دول، الكيلو ب5 جنيه، انا جبت 5 كيلو ب25 جنيه. زي ما انتم شايفين طماطم ما شاء الله زي الفل، وده وقت تخزين الطماطم في شهر واحد بتبقى تحفه. تمام. وكمان هنفرز البرتقال، انا جبت 3 كيلو برتقال، الكيلو ب10 جنيه، يعني جبت 3 كيلو ب30 جنيه. مش مهم الكميه، الكميه على حسب ما انت عايزه. تمام. بعد كده يا بنات جبت كيلو جزر، الجزر كان كيلو ب5 جنيه، انا جبت كيلو على قد البرتقال، مش هكتر الجزر طبعا في البرتقال، انا عايزه اشرب عصير برتقال مش عايزه اشرب عصير جزر. كمان هنفرز النهارده الكوسه، جبت كيلو كوسه، كيلو كوسه كان ب10 جنيه. الفلفل ده طبعا مش للتفريز ولا حاجه، انا جايباه طبعا بحب اخليه في التلاجة، لان انا بحبه طبعا احطه في السلطه، احب احطه في العصاج بتاع اللحمه، عصاج الفراخ. تمام. وعندي طبعا الليمون، انا الليمون طبعا بحفظه ازاي في التلاجة، بحطه كده في الكيس بتاعه كده واربطه واحطه في باب التلاجة. هنا بقى البطاطس يا بنات، البطاطس الكيلو ب10 جنيه، جبت 3 كيلو ب30 جنيه. هبتدي يا بنات باول حاجه هي الجزر. طبعا الجزر هياخد وقت لاني انا لسه عايزه اسلقه وعايزه اخليه لحد ما يبرد. هبتدي بقى اشيل الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت، وهبتدي ان انا اقشره. طبعا انا الجزر لسه ما غسلتهوش، هقشره الاول وبعد كده ايه هغسله. طبعا انا بغسله مره واتنين وتلاته. واهم حاجه الخضار يا بنات تخليه على الاقل ربع ساعه كده في ميه وخل، وبعد كده تغسليه مره تانية. بس يا بنات في حاجات طبعا مش بتستحمل الخل كتير، زي الورقيات، يعني زي السبانخ، الكزبره، الشبت، البقدونس، الحاجات دي، الفراوله مش بتستحمل خل كتير. يعني ناخد بالنا من الحاجات دي. يعني لو انا طبعا هنقع الفراوله في ميه وخل، ما خليهاش اكتر من 5 دقايق، لان الفراوله بتتهري بسهوله. تمام. وكمان الورقيات الخل طبعا لو خليتيه اخد وقت هيخلي ايه الورقيات تدبل. تمام. غسلت بقى الجزر يا بنات، وبعد كده ابتديت ان انا اقطعه كده حلق، وهبتدي انزل عليه كده بحوالي 3 كوبايات ميه، وهسيبه لحد ما يتسلق. بس اهم حاجه يا بنات ناخد بالنا، لان احنا مش عايزينه مسلوق زياده عن اللزوم. هنا بقى هبتدي ان انا افرز الطماطم. طبعا الطماطم ليها كذا طريقه في التفريز. اسهل طريقه الطريقه اللي احنا هنعملها النهارده، مش هنعمل اي حاجه، هنشيل الجزء من فوق والجزء من تحت، وهنبتدي ايه نقطعها كده مكعبات. الطريقه التانية طبعا انا عملتها معاكم قبل كده، ان احنا طبعا بنجيب الطماطم نشيل الجزء من فوق والجزء من تحت، ونعمل علامه اكس كده، ونحطها كده في الحله، نرصها كده في الحله، ونهدي النار عليها لحد ما الطماطم تستوي، بعد كده تبرد ونضربها في الخلاط، وبعد كده ايه نعبيها في اكياس ونحطها في الفريزر. الطريقه التالتة لتفريز الطماطم يا بنات هي التسبيكه. يعني عندي كده 5 كيلو طماطم عليهم 2 كيلو بصل، وتسبيكهم تسبيكة عادية. طبعا تسبيكة عادية خالص، طبعا ان احنا بنحمر البصلة كده ونحط عليها عصير الطماطم. بس اهم حاجة ما نحطش اي توابل، ولا ملح ولا فلفل ولا كزبرة ولا اي حاجة. تمام. وفي حاجة تانية كمان، ان انت لو انت عايزاها للمحشي هتعمليها بالزيت، لو انت عايزاها للطبخ طبعا هتعمليها بالسمنة. تمام. بعد بنات ما تتسبك هنخليها تبرد تماما، ونجيب اكياس كده ونحطها في الاكياس. واهم حاجه نكتب على الاكياس، يعني لو انت عامله طبعا كميه بالسمنه وكميه بالزيت، نكتب طبعا على اللي انت عاملاه بالزيت للمحشي، واللي انت عاملاه بالسمنه اكتبي عليه طبخ. تمام. هنا بقى خلصت تقطيع طماطم، وابتديت ان انا احطها في الاكياس. طبعا الكميه على حسب ما انا عايزه، هتلاحظوا ان في اكياس كبيره واكياس صغيره. الاكياس الكبيره دي للمحشي، والاكياس الصغيره دي للطبخ، واحطها في الفريزر. نيجي هنا يا بنات نفرز الكوسه. في ناس كتير بتقلق ان هي ايه تفرز الكوسه، بتقول ان هي لونها بيغير. هنعملها النهارده مع بعض، وهتجربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه كده انا جبت الكوسه غسلتها مره واتنين وتلاته، وزي ما قلت لكم لازم ننقعها في خل. وبعد كده ابتديت ان انا اقطعها حلق زي ما انتم شايفين، ولا كبير ولا صغير، يعني متوسط.
في حله على النار يا بنات حطيت ميه بتغلي، بس اهم حاجه تكون بتغلي كويس جدا. وبعد كده هنزل بكميه الكوسه. هنا طبعا انا حسيت ان كميه الكوسه كبيره والحله صغيره، فبدلت الحله، جبت حله اكبر وابتديت بقى انزل بكميه الكوسه كلها. واول كده ما احس ان الكوسه خلاص هتقلب، هبتدي كده اجيب ايه، نص عصير ليمونه. تمام. ومش هخليها اكتر من دقيقه. وبعد كده هبتدي ارفع بقى الكوسه دي من الميه اللي بتغلي على ميه متلجه، يعني ميه من الفريزر. ولو عندك مكعبات تلج تقدري تضيفي مع الميه. اهم حاجه يا بنات تكون ميه مسقعه جدا، ميه بارده، لان انا مش عايزه الكوسه تكمل سوا. تمام. خلاص كده حطيتها في ميه ساقعه. بعد كده صفيتها طبعا من الميه كويس، وابتديت بقى احطها ايه في الاكياس. شايفينها خضرا ازاي؟ ما شاء الله زي الفل. بتقعد يا بنات في الفريزر كانها فريش. هتجربوا الطريقه دي، بجد احسن طريقه لتفريز الكوسه. تمام كده. نيجي بقى يا بنات لتفريز البرتقال. جبت طبعا كميه البرتقال على حسب الكميه اللي انت عايزاها. غسلت البرتقال كويس جدا. واهم حاجه بعد ما اغسل البرتقال لازم بقى انشفه كويس جدا من الميه. وبعد كده قشرته. واهم حاجه لما اقشر البرتقال اشيل الجزء الابيض ده، لانه ده اللي بيمرر البرتقال. بعد كده يا بنات ابتديت ان انا اقطعه حلق زي ما احنا شايفين، يعني الحلق يكون متوسط ولا كبير ولا صغير. دي احسن طريقه في تفريز البرتقال. هبتدي بقى احط الكميه على حسب ما انا عايزه، على حسب كل واحد، على حسب افراد الاسره عنده. بعد كده يا بنات هاخد حبه جزر كده. طبعا الجزر اللي احنا سلقناه مع بعض، بس اهم حاجه يبرد. واحطه كده ايه مع شرايح البرتقال. مش هحط جزر كتير لان انا مش عايزه الجزر يغطي لي على طعم البرتقال. تمام. وفي ناس يا بنات بتحب البرتقال في جزر كتير، على حسب ما انتوا عايزين. يعني كل واحد على حسب ذوقه، على حسب ما هو يحب. دي كانت يا بنات اول تفريزات لشهر رمضان. مش مهم الكميه يا بنات، يعني مش لازم تكون كميه كتير عشان انا ابتدي افرز. لا، لو انت حتى جايبه 2 كيلو طماطم للبيت، حطي كيلو في الفريزر وكيلو خليه في التلاجة. يعني مش لازم تديني كميه كبيره، الموجود عندك ماشي بيه. ربنا يوسع رزقنا ورزقكم يا رب. بتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك، وفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله على القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.